صباح الخير على تلاميذ وأولياء أمور سيكولوجي المصري. النهاردة مش هكلمكم في المنهج على قد ما هكلمكم على موضوع هيكون آخر مرة أتكلم فيه. أولياء أمور كتير وطلاب كتير بيسألوني ندخل علمي ولا أدبي. أنا هكلمكم بمنتهى الصراحة والشفافية بشكل واقعي. وأنا ماليش أي استفادة لأن المواد بتاعتي ما بقتش في سنة تالتة، بقت في أولى وتانية بس. دلوقتي يا أولاد بشكل واقعي جدًا، المفروض لمّا نيجي نختار أدبي أو علمي بنركّز على جزئيتين. الجزئية الأولى قدرات الطالب، ما باذاكرش ساعتين في اليوم وأدخل علمي. متعوّد إن أنا أذاكر ساعة، ساعتين في اليوم ده كبيري وأدخل علمي، لأ علمي عايز مجهود كبير، عايز وقت كبير، عايز 8 ساعات مذاكرة يوميًا على الأقل. فأنا عارف قدراتي وإمكانياتي. فسوري ما استهبلش وأخش علمي وأنا هافضل على نفس نظامي، هم ساعتين في اليوم لو قعدتهم. الحاجة التانية بالنسبة لأولياء الأمور، أنت غير ابنك، أنت بتختلف عن ابنك، بلاش حلمك تحطه في ابنك، لأن قدراتك وأفكارك غير قدرات وأفكار ابنك. مش عشان أنت كان نفسك تبقى دكتور فتدخّل ابنك علمي، نفسك تبقى مهندس تدخّل ابنك علمي، ما هو قدراته مش هتأهله لده، لأ. عايز أقول لكم إن أنا ولادي في لحظة ابني طلب منّي يخُش علمي وهو في ثانوي، بس أنا عارف إن قدراته أدبي، إمكانياته أدبي، ساعات مذاكرته أدبي، خلّيته يخُش أدبي، الحمد لله دخل الجامعة واتخرّج، وهو ده الحلم الحقيقي إن ابني يحصل على بكالوريوس أو ليسانس، إنّما الشغل ده بإيد ربنا، المجتمع بتاعنا وكده موضوع الشغل بإيد ربنا، فأنا ما أحُطّش ابني على طريق مش طريقه. لإن في النهاية بنجني بعد الشر يعني حاجة مش كويسة ومجاميع مش كويسة وغير ذلك. واحد هيقول لي أو ولي أمر هيقول لي: "لأ، أصل ابني كان في أولى ثانوي وتانية ثانوي متميز جدًا في العلوم المتكاملة وفي الفيزيا وفي الأحياء وفي الكيميا وفي الرياضة." أولى ثانوي وتانية ثانوي ليس مقياس، مش معيار. أولى ثانوي وتانية ثانوي النجاح بيبقى فيه بنسبة 100%. بنسبة 100%. هي بتبقى كده، مدارس تبقى عايزة صورتها تطلع كويسة، فالنجاح بيبقى نسبة 100% حتى اللي بيجيب ملاحق بينجح في الدور التاني. ما يقوليش ده جايب في الرياضة 55 من 60، ده مقفّل الكيميا، ده جايب في الفيزيا، لا، لا، لأ، مش مقياس. في عندنا التقارير اللي بتتعمل، أعمال السنة نسبة 70%، حضور ومواظبة وسلوك، كل ده بيؤدي